من اكتر الشخصيات اللي تحدتني الوقت اللي فات دكتوره اسمها دكتوره ريبيكا. اول مره اتعرف عليها كنت نازله اسكندريه ادرس حاجه، فكنت طبعا جايه من القطر. انا متحركه، انا من اسوان، متحركه مثلا من 3 الظهر من بيتنا لغايه لما وصلت لمحطه القطر في القاهره، واستنيت وطلعنا شويه لغايه لما نيجي ميعاد الباص اللي هيودينا اسكندريه، ولغايه لما وصلنا الفندق بنوصل يعني 3 الظهر. يعني بنقعد يعني 24 ساعه كاسوان لغايه اسكندريه. فواصله على اخري واخده المسكن بتاعي عشان اسمع المحاضرات، ويعني قدرت جاي النتيجه. وانا قاعده اتفاجئت ان المحاضره هي دكتوره ريبيكا، عمرها يعني ضعف عمري او يمكن اكتر كمان شويه. يعني عايز اقول لكم الحماس والطاقه اللي فيها. اول مره اشوفها انا كنت قاعده في المحاضره يعني بضرب اخماس في اسداس، يعني بتحسر على يعني على صحتي وعلى الدنيا بتاعتي. كانت اكتر حاجه شاغله دماغي في المحاضره ايه الفيتامين اللي هي بتاخده. يعني اكيد في سر، يعني اكيد في سر. واحده في السن ضيق وقادره تتحرك وتسافر بلاد كتيره وتدي محاضرات، يعني اكيد في سر. ايه هو الفيتامين بقى المستورد اللي جايب نتيجه جدا دي؟ والاكتر من كده لقيتها كمان بتتكرم، وان هي محضره رساله جديده في الدكتوراه. فبتدرس، يعني هي لسه في العمر ده بتدرس حاجات وتذاكر وتحضر رساله يعني وتعمل ابحاث. يعني احنا في مصر في سنها نقول لا، يعني احنا مش هنقعد ندرس ونذاكر ونعمل، لا احنا بنجهز حاجات تانية خالص مختلفة. فالوضع مختلف جدا. يعني انا في اللحظة دي في المحاضرة يعني حسيت ان انا جاني حوال كده، اتشليت، جاتني تروما انا قاعدة. فقلت لا يا جماعة، يعني اكيد في سر، اكيد في حاجة يعني مختلفة. هو الفرق بيني وبينها ان هي عندها تحديات كبيرة. يعني اقل حاجه ان هي ماشيه على عكاز، رجليها فيها مشاكل كتيره واحتمال كبير يعني تكون متعرضه انها تتبتر. ممكن تحديات كتير كمان انا مش عارفاها. بس هو الفرق ان هي جايبه التحديات دي وماسكه في قوه اكبر منها، قوه عظمى، قوه كبيره. ربنا ماسكه في ايدين ربنا، وهو مخليها تقفز على المرتفعات دي، تطلع فوق المرتفعات دي. مش بص على الصعاب بتاعتها، مش بص على المشاكل بتاعتها واقفه، لا دي هي ماسكه في القوه الكبيره دي ومخليها تقفز كالآية، تقفز كالغزلان فوق كل المرتفعات دي، فوق كل الصعاب دي. هي عندها حلم، عندها رؤيه كبيره مش موقفاها، رؤيه اكبر من صعوباتها، رؤيه اكبر من سنها، رؤيه كبيره اكبر منها. فهي تسعى شغاله للرؤيه دي، للهدف ده. عندها هدف ورؤيه حقيقي. العمر مجرد رقم. اشجع كل حد، حتى لو انت عمرك كام او عمرك وقته قد ايه، لا ادرس، اتعلم حاجه جديده، اشتغل على نفسك. انا عارفه ان ستات كتير وبنات كتيره ممكن اتحرموا من التعليم او ما درسوش حاجه هم حابينها لاي ظروف. لا الوقت ما فاتش. مش لازم تسافري، مش لازم تروحي اماكن بعيده. كان حقيقي الجامعات المفتوحه دلوقتي موجوده في كل مكان. اعملي الحاجه اللي نفسك فيها، وسعي تخومك، يعني ادرسي لو حاجه حابه انت كنت تدرسيها اعمليها. العمر ما فاتش، العمر مجرد رقم. شجع كل حد عندي صعب، عندي تحدي، امسك التحدي ده وامسك في قوه اعظم منك، قوه اكبر منك، وخليه يساعدك ان انت تطلع فوق المرتفع. هي الصعاب موجوده والالم موجود مش هيتشال، بس انت هتبقى اعلى منه، هتبقى قادر تتحداه، قادر تعديه. وفي النهايه يا ريت كلنا ندعي الدكتوره ريبيكا بالقوه جديده، سانده، بصحه، ببركه لحياتها واستخدام لحياتها. اشوفكم فيديو جديد من اسلوب حياه. ربنا معاكم.